الحجر الأسود أو الحجر الأسعد. في حديث عن رسولنا الكريم بيقول: نزل الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. ده مش حجر عادي على كده. مش بس كده، ده في حديث تاني بيقول: ليبعثه الله يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لمن استلمه بحق. يعني الحجر الأسود هيجي يوم القيامة وهيشهد على كل اللي استلمه طول السنين، بس في يوم القيامة مش هو الوحيد اللي هيشهد ولا هو الحاجة الوحيدة اللي هتنطق علينا يوم القيامة. بس اشمعنى الحجر ده اللي اتذكر بالتحديد؟ العلماء قالوا إن السبب إن الحجر ده أقدم شاهد على التوحيد حوالين الكعبة من أيام سيدنا إبراهيم. وهنا ننتقل للنقطة المهمة، قصة نزول الحجر الأسود. يا ترى نزل الحجر الأسود في عهد مين؟ في عهد سيدنا آدم ولا إبراهيم؟ قصة نزول الحجر الأسود، يا ترى نزل في عهد سيدنا آدم ولا في عهد سيدنا إبراهيم؟ في روايات بتقول إن الحجر ده نزل مع سيدنا آدم من الجنة، وبرضه في كلام بيقول إنه ممكن يكون نزل بعد نزول سيدنا آدم من الجنة، والغرض منه إنه يكون علامة على الكعبة، عشان بعد سيدنا آدم بسنين طويلة لما يجي يحط قواعد البيت سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يحطوا الحجر الأسود في مكانه الحالي دلوقتي. لكن الرواية الأشهر بتقول إن لما سيدنا إبراهيم هو وسيدنا إسماعيل خلصوا بناء الكعبة، سيدنا إسماعيل سأل والده إبراهيم: الناس هتعرف منين يا والدي هيبدأوا الطواف منين؟ فساعتها نزل سيدنا جبريل بالحجر الأسود عشان يكون علامة على بداية الطواف، وكان أبيض من اللبن. بس خليني أقول لك إن كل الروايات دي مش جاية من أحاديث صحيحة ولا مؤكدة، دي مجرد روايات تاريخية مش أكتر. لكن الثابت الوحيد إن الحجر ده نزل من الجنة، وإنه فعلا كان أبيض من اللبن، وإنه فعلا اسود مع مرور الزمن. بس اللي كتير ما يعرفوش إن مش ده الحجر الوحيد اللي مقدس في الكعبة، ده في ركن تاني مقدس زي الحجر الأسود بس الناس مش واخدة بالها من قدسيته. فإيه الركن التاني ده؟ الركن اليماني. في ركن تاني في الكعبة الناس بتعدي عليه ومش واخدة بالها من قدسيته، وهو الركن اليماني. طب ليه الركن ده هو الحجر الأسود بالأهمية والقدسية دي؟ ببساطة لأن الركنين دول هما اللي بقيوا من أساس بناء سيدنا إبراهيم. أما الركنين التانيين فدول اتغيروا لما أعادت قريش بناء الكعبة. بس الفرق ما بين الركن اليماني والحجر الأسود إن الرسول أثناء الطواف كان بيستلم الركن اليماني بإيده من غير ما يقبله زي ما عمل مع الحجر الأسود. ومن هنا تيجي فكرة تقبيل الحجر الأسود. فلما جه قبله عمر بن الخطاب قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني الفكرة هي اتباع سنة النبي قبل ما تكون لتقديس الحجر. بس الحقيقة الأخطر إن حجر بالقدسية دي اختفى من الكعبة لمدة 22 سنة. وهنا نبدأ القصة اللي قليل جدا منكم يعرفها، قصة سرقة الحجر الأسود لمدة 22 سنة. فإيه اللي حصل؟ إيه قصة سرقة الحجر الأسود لمدة 22 سنة؟ ويا ترى المسلمين عملوا إيه في مناسك الحج طول السنين دي؟ الحجر الأسود أو الحجر الأسعد كان قطعة واحدة قبل الحادث ده. فإيه اللي حصل؟ في موسم الحج سنة 317 هجريا حصلت واحدة من أبشع الحوادث اللي حصلت في تاريخ الكعبة، وهي جماعة اسمها القرامطة هجموا على الكعبة وقتلوا عدد كبير من الحجاج. ومش بس كده، ده وصل بيهم الحال إنهم اقتحموا الكعبة نفسها، والصدمة إنهم خلعوا الحجر الأسود من مكانه وخدوه معاهم، وهم بيستهزئوا من الحجاج وبيقولوا لهم: هو فين طير الأبابيل اللي انتوا بتحكوا عنها دي؟ وياخدوه معاهم عاصمتهم منطقة اسمها الأحساء، وقعد معاهم لمدة 22 سنة قبل ما يقدروا يرجعوه لمكة سنة 339 هجرية. والسؤال اللي ممكن يجي على بالك، المسلمين عملوا ايه طول السنين دي في مناسك الحج؟ طبعا الحج ما توقفش طول السنين دي، لأن تقبيل الحجر الأسود أصلا سنة مش ركن أساسي في مناسك الحج. بس طبعا الإحساس كان مختلف، حادث فظيع وسرقة حجر اتقال إنه نزل من الجنة بالقدسية دي، إحساس مختلف طبعا.
بس الحجر اللي كان قطعة واحدة لما رجع كان مكسور لقطع صغيرة، عشان كده جمعوه وحطوه في الإطار الفضي اللي محطوط فيه دلوقتي تحت حراسة مشددة. والسؤال اللي محدش يحسم إجابته لحد النهاردة، هل الحجر اللي رجع هو نفسه اللي اتسرق؟ خاصة إن الحجر الأسود عمره ما خضع لتحليل من العلماء، ولا مسموح إن يتاخد منه عينة، ولا حد قدر يوصل لخصائص الحجر ده، اللغز العلمي اللي لسه قائم لحد النهاردة. فلو كان بإيديك القرار، هل كنت هتسمح إن هم يقوموا بدراسة الحجر ده؟ هل كنت هتسمح إن هم ياخدوا منه عينة؟ ولا شايفه إنه شيء مقدس مش محل للنقاش ولا للدراسة ولا للتحليل؟ والسؤال اللي اتسأل طول السنين دي، هل الحجر اللي اتسرق هو نفسه اللي رجع ولا حصل تغيير؟ رغم ان معظم العلماء اكدوا ان هو نفسه الحجر وانه مفيش دليل قاطع انه اتبدل او اتغير، بس خليني اقول لك ان الحجر الاسود ده اللي نزل من الجنة على حسب كلام النبي هو فعلا اتغير، فسودته خطايا بني ادم اللي فيه منهم اعتدى عليه وسرقه وكسره. يعني فعلا في حصل تغيير، بس في صفاته مش في حقيقته. والحجر الأسود اللي فضل ساكت لآلاف السنين هيحكي كل شيء يوم الموقف العظيم. استنونا في ملف جديد وباب تاني نفتحه سوا في باب الحقيقة مع ريان. سلام.